الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu wasawwu sufufakum fa inna taswiyata as-sufuf min tamamis shalah iftarasu wa la takhtalifu sudul khalal. Pada rakaat pertama insyaallah ada sujud tilawah. Pada rakaat pertama insyaallah ada sujud tilawah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Afa aminal ladzina makarus sayyiati an yakhshifallahu bimul أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخشف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أكبر. الله أكبر. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم
فتمتعوا فسوف تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن الشيطان. الله أكبر. سبحان ربي الله بحمده. سبحان ربي الله بحمده. سبحان ربي الله أكبر. رفع رحمه وجبرني ورفعني ورزقني الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تعملون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في تراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فلا تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يسمع ولا يجد ولا تبارك ربنا فلك الحمد لله ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى وأعوانهم. اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم ومزقهم كل ممزق بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي ربي ربنا يا معبد سبحان الله. سبحان 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 الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah pentingnya keutamaan akhlak yang baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu liman yashtaril mamalika bimalihi thumma yu'tiquhum kaifa la yashtaril ahrara bima'rufihi fahuwa a'zamu thawaban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Aku takjub kepada orang yang membeli hamba sahaya dengan hartanya lalu memerdekakannya. Mengapa ia tidak membeli orang yang merdeka dengan kebaikannya, padahal ini lebih besar pahalanya. Diulangi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, aku heran kepada orang yang membeli hamba sahaya dengan hartanya lalu memerdekakannya. Mengapa ia tidak membeli orang yang merdeka dengan kebaikannya, padahal ini lebih besar pahalanya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi robadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mahizan wa bi baiti fi a'lal jannah liman hassana khuluquh. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku menjamin sebuah istana di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bergurau. Dan sebuah istana tertinggi di tempat paling tinggi di surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, aku menjanjikan sebuah istana di surga, sebuah istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun hanya sekedar bergurau. Dan sebuah istana di tempat paling tinggi di surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya akhahu al-muslima bima yuhibbullahu liyassarahu bizalika sarrahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa menjumpai saudara muslimnya dengan sikap yang disukai Allah untuk menyenangkan saudaranya, maka Allah akan membuatnya senang pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Diulangi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa menjumpai saudara muslimnya dengan sikap yang disukai Allah untuk menyenangkan hatinya, maka Allah akan membuatnya senang pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal muslimal musaddida la yudriku darajatas sawamil qawami bi ayatillah bi husni khuluqihi wa karami daribatihi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang senantiasa menepati jalan lurus disebabkan akhlaknya yang baik dan perangainya yang mulia akan mendapatkan derajat orang yang sering berpuasa dan sering mengerjakan salat malam dengan membaca ayat Allah. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, akhiru ma awsani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wada'tu rijli fil ghazzi an qala ahsin khuluquka linnas. Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pada pesan terakhir, kata-kata terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku adalah, baguskanlah akhlakmu kepada orang lain wahai Mu'adz bin Jabal. Hadis riwayat Imam Malik. An Malik rahimahullah annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bu'istu li utammima husnal akhlaq. Dari Malik rahimahullah bahwasanya telah sampai kepadaku perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Malik. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku sukai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah telah dengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan menyempurnakan akhlak yang baik. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita amalkan, kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihil karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربنا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.